بأمر عبيد الله بن زياد قد أدخلوا رأس الحسين وعياله إلى مجلسه، وفي ذلك المجلس حازت الحوراء سلام الله عليها في مجلس عبيد الله بن زياد، فأخذ ينظر إليها ويشك. يا حسين، لقد أسرع الشيء إليك، إنه نصر عظيم لأمير المؤمنين. يا شباب الجوش، من هذه المرأة التي انحازت عن باقي النساء؟ ألا تعرفها يا هذه زينب بنت علي أخت الحسين. زينب، الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أهدوفتكم. الحمد لله الذي كرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر هو غيرنا. يا بنت علي، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ ما رأيت إلا جميلا. انظروا، اسمعوا ما تقول. ما رأت إلا جميلا. نعم جميلا. هؤلاء قوم برزوا إلى مضجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. وانظر إننا ننفلت يومئذ يبنى مرجعنا. شفى الله قلبي من طبيعة الحسين. نعم هي لقد وصلات المرض من آل بيته. نعم هي قد فكرت كهلي وقطعت فرعي. اسكت أصلي، فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. بلى والله، لقد اشتفيت بقتلي الحسين. إن شاءك على الله وما أخفيك. يا شب، من هذا الذي جالس أمامي؟ يا أمير، ابن الحسين. علي بن الحسين. نعم يا أمير. أليس الله قد قتل عليا؟ يا سيدي، هذا علي بن الحسين أصغر من أخوه علي الأكبر. أما الذي قتل في كربلاء فهو علي الأكبر يا سيدي. يا عبد الله، لقد كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس. وإخوانه يا عشيرة قد قتله الله يا ابن الحسين. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. ويلك يا ابن الحسين، وهل لك جرأة على رد جوابي؟ يا شب، خذوه واقطعوه. حسبك يا ابن زياد، حسبك
أنت من دمائنا، فإنك لم تلقي لنا أحد، فإن عزمت على قتله فاختمني معه، فوالله لا أفارقه حتى إن قتلت دونه. حسبنا أترى صنعوا بنا يا أهل يا مال خوان ولا عشيرة، مال خوان ولا عشيرة، أترى ماذا صنعوا بنا الحسن وديرة تاخذني على ديرة، يا مال خوان ولا عشيرة. أنا اتبيت خيل المجلس النار، أنا زينب اللي يحجون عني، وانا قالوا علي ام الخمر هاي. خويا سنيت المصايب ما سلمني، وانا انكسر انساك بحال، وانا ظليت خيل بعاصة المال. خويا صاحة وزينب ضلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها. دلوقتك سبيتني حي جناب، وانا البس الشتم تحريق عالثاني. صحتي جيتك خويا جيتك شاردة، ميتك مسيرة، ومن ذاك الوقت يا حسين متغيرة. يا عباس أدري شلون أعوفك وامشي أنت وياك، علمنا البنت تفنان إننا أطفال. خويا بيهدي نشر صداح البيت، ما ساكن بخبري والعالي، وقال العقيدة بذمتك عباس، وقال الخدر يتكفل الوالي. ايدك صدر اخوي، خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الاخوة، انا ما خذتني حسين قوة. ايدك صدر اخوي قال سعد النوق. خويا مخاش عداي، خويا مخاش عداي، عدين ضعن مخاش عداي. انا اشتراني بالكف يصير، انا اضرب زمان جوان الليل. خويا بحبالي ردي، ويا بحبالي ردي، اتلفي يتيم للسبب حبالي ويا وين قبرك تعني، على قبرك تعنيت على ريحة الخوة يا اخوي. عمّا يشكنا زيدين وإنا وصلنا المقبرة وذولاك وصلنا المقبرة وذولاك من اليتيم والصغر سنا. يظلل على بناته وحريمه،
قالت بويا هذه راحتك لا هاي هي يا بويا قول ولا تخفى علي يا بويا ترد لي بعد لا هي بويا يا راس حاجيني وحاجيك يا راس قل لي وين راعي يا راس قل لي وين راعي قالت بويا يا سناب تاج حسين قل لي وين العباس عم زينب اسكت حتى اكلم. يا ابن زياد أبالقتل تهددني، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يا شمر بن ذي الجوشن احمل رأس الحسين وانطلق به إلى الشام بأمر يزيد أمير المؤمنين. أماك يا مولاي، ولكن يا سيدي هل أحمل رؤوس أصحاب الحسين لبيته ومن قاتل معه في كربلاء، وهل أحمل معهم جميعا نسوة؟ لأنك أعطيت عهدا إلى رجال القبائل بأن تخلي نساءهم، فماذا أفعل يا مولاي؟ بلى يا شمر، اخلي نساء القبائل واحمل نساء الحسين وأطفاله وانطلق بهم إلى الشام ولا ترحمهم أبدا. هيا. ردت لها الهوى تحرك يلا، رتب حالك وتحرك. انا ردت لها الهوى يلا وانت تمشي يا اخوان وحسين واسفه يضم ترضايا. وين الشرطه فرز الساحه ضيع. ردت لها الاخوان وحسين اسفل ضمت والي الغريبه تريد وليان انا وليان رايد كفيل بدون ذرعان يا ابنو خويا بهداي ممشى الناقة بهداي انا خويا بهداي ممشى الناقة بهداي للطبلة انا محمل وجاي
سايق الخيل رد للهلي انا سايق الخيل رد للهلي محملي خويا يا عباس عد المحملي اسمع زينب شو تقول بعد زينب تقول هنا زينب تلاقي محمد بن الحنفية يجي عليما على رقية يقول لها رقية بنت الحسين وين شو تقول له زينب شو تجاوبه بتنا بتنا محمد خبرك وين يا محمد اخبرك وين بتنا بخرابه وماتت من الضيم بتنا اجيت وخال يمن الزليم انا جيت وخال يمن الزليم انا بتنا زلمنا ذبحت بالغابري وش بقنا وش بقنا قعدنا حد الرمحك وش بقنا زين وغير راسك
بقيده مشنا للغالي مشنا للغالي نودعه يمكن بعد ما بيه رجعه يقطعون راسه وحتى صبعه وباكر تسمع عن كسر ضلعه سكنه رقيه ورمله ليله باكر حسين يروح يوقع وما واحد يشيله وفوق العدو يقعد بخيله باكر مع الحسين وجعلي ما حد فزع ويا محل خويا وحس من العطش قلبه وجعلي يا خويا من الذبح طاح انا يا خويا من الذبح طاحس وجعلي الوجع حسيته من رحت سبي خويا كنت غايبه وللوطن رديت هو ابن والد محمد خويا يا ابو جاسم يا محمد ليش ما جيت خويا من طاح اخوك وحرقوا البيت انا باسمك يا ابو جاسم خويا الشحشي لك حزننا ابغى عنك واستقدر الحرمه وإذا بمحمد بن
الحنفية يا زين العابدين من هذه المرأة؟ قال أنا لم تعرفها. قال لا. قال هذه عمتي زينب. نادى محمد يا زينب أين الحسين أين العباس؟ ساحت خويا والأخوان كتن الهمم يا محمد والأخوان جمر يسعر بدلالي والأخوان أنا جيتك لا ولد عندي والأخوان وعفتهم أنا من اليوم وجاي محمد يا شريدة هل وخالي عفت كلمة الخوة على النهار تحرم بعد على لساني. أنا معقول مو حقه يبو جاسم لكن مثل عباس شلون القى اخوة ثاني. انعم جوابا يا حسين اما ترى اي خويا مشيت انا مشيت درب الشام انا لوحدي. زينب تقول انا مشيت درب الشام انا لوحدي. درب الشام انا لوحدي مشيته ويمشيني الشبر خويا يمشيني الشبر خويا مشيته انا دمع وداعتك بيدي. يقولوا عاد يوم العاشر من المحرم عندما خرجت زينب ومولاتك زينب بذاك اليوم في تلك المواقف الحزينة. الله يرحم سيد جاسم الطويرجاوي شو تقول زينب لما رأت الحسين بذاك المنظر؟ تقول أنا لقيت الشمر ثان ركبته. ويل ثان ركبته يا زينب؟ ثان ركبته على صدر خي وحز ركبته. ايوه حسينة تقول وصدره ما ينشال شيلنا اي والله ما ينشال شيلنا وصدر حسين بنظر مضلوعه اي والله وصدره يا حجايب كافوره خويا وسيد رو بالغسل غريب الغابريه ايام الغسل غريب الغايه يا يقولوا طلع زينب بذاك اليوم تبحث عن جسد ابي عبد الله الحسين
في تلك المواقف الحزينة يوم عاشوراء تقول سميعتي وتقربت لي اي والله وتقربت لي ولقيت الولي متوسد ايديه اي والله ايديه ولقيت 1900 جرح بي هذه هنا الحسين شقل زينب خويا كل جريح كل جرح بوضاي عوفي خويا عوفي انا بالجرح اللي بقلب عيني شعلي خويا ومعصوبي شوف معصوب شختي زين شدي على كيفك يا زينب نهايتني يقولوا طلعت زينب بذاك اليوم تعدو على ربها كربلاء تارة تقف وتارة تقع إلى الأرض ونادي يا أخي يا حسين يا ابن أمي على الدنيا بعدك العفا عادي هنا يقول الجيش وقف سماطين وزينب فاتت بين الأعداء والناس تنظر لها وتشير لها يقولون أي زينب أخت الحسين أي زينب أخت العباس التي لا كان أحد يرى لها خيال ولا يسمع لها صوت فزينب لما سمعت هذا الكلام انهمت تقول الراية الراية يا زين جيتك فاجد الراية يا حسين جيتك فاجده الراية وابن الرعب تتراتب عضاي خويا والتحيب وتعثر بمشاي جيت وعلي اعداي توماي والله توماي ينادونها ام الخدر هاي اخت الذبيح المشرب ماي وبعد يا زينب خويا شدقون يا ابن امي يا رجواي يا رجواي خويا من تشيلك بيبناي تقدر ترد يا زين وياي هيهات يا زينب يا تقدر ترد يا حسين يا عين وياي تقل جيت اعتذر يا نور عيناي جيت وما جبت الحرم وياي يا وتغيرت منها
حشمتك لجن من قمرك خويا حشمتك لجن من قمرك منحور منحور شبت واشتبعت النسوان بيد يا شبت واشتبعت النسوان يا زينب هاي ردت يمها لي زينب هاي ردت يمها ليها يمها ليها زينب ما هي زينب حيل تعبانة من درب السبي والضيم خلصانة زينب ما هي زينب تعبانة من درب السبي والضيم خلصانة يا هو يعينها من الشام كبرانة صاحب يا حسين يعد ذكانة زينب حيل متعوبة من دلال مصيوبة زينب حيل متعوبة من دلال مصيوبة ردت والتراب رد والي زينب هاي ردت يمهالي درب الشام حيرة وبلوة بلوة ناس بلا حمية وما بشموا تعبها الكلام بنارة تنشوى ظلت عايشة يا حسين منكم الله يعين زينب عالسد عليها زينب هاي ردت يمها ليها هاي اخوان زينب هاي اخوان زينب والحكي هوايه جاوين الكفيل وصاحب الراي هاي تعبتني وين بلدتي الشايع خيل بلدتي الشايع رحنا خيل بلدتي الشايع تم الرد على قصتك بواسطة ابويا دولا بالايام وين حمل دولا بالايام
يا أهل الحمية الوقت جاي يمشي بسرعة. يا أهل الحمية بسرعة الأذان. أبو حسن وقت الأذان فرضوا الساحة، يلا فرضوها. ليش واقفين بالنص؟ وخر اطلع برا، طلعوا ظهره ورا بيتك، وخر. وعاد تفتر أنت، ليش تفتر؟ وخر، زين، علي، كاظم، وخر. هو الساعة ليش بتشوف يا مصطفى؟ ويا وخر دمامات دمامات مسلم شوية وليد شوية يلا جاهز صالح بسم الله الرحمن الرحيم. جينا بالبث المباشر بدو وقت ترجع لي شبابنا جماعه السلك التنظيميه امير عمار امير عمار زايد قبل رجع صباح انا راح اقعد اباوع لك. هذا امير كاسم هذا مو اخو حسن؟ هذا ارجع عمي ارجع موجود تعال ابو عيون بعد مقتل الإمام الحسين حمل القوم على خيامه وذهبوا رحله وحرقوا ثيابه حتى وصلوا إلى خيمة الإمام السجاد. عباس إن الله الخيمة قبل أن يعرفوا يا شباب هو جاوين تشوفي على الصفحات كذا خادم سجاد صحيح يا رب اكلي بهذا الصندوق اترك أقدم فقد أينعت الثمار
واخضر الجناب، وإن لك جند مجند يا حسين. أتعرفها ممن يا حرملة؟ جمل من شمث بن ربعي إلى الحسين بن علي. خذ علي بخارجه. وصلت إلى الحسين. بلى يا شعب بلى، فإنها غنيمتك، فخذها لك. أظنها زينب بنت علي. زينب، ماذا تريد؟ ماذا تريد يا ابنة الجوشن؟ أنا اشتكى حقك بعد؟ لا والله يا زينب، لا، لم أتشفى بعد حتى أقضي عليكم واحدا. ومن هذا الذي بقي حي؟ هل أنت؟ أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. علي بن الحسين، ولماذا أنت حي؟ ألم تخرج إلى الميدان أم جبنت من القتال؟ قال علي محمد وعلم أن يجبنوا، إنما الجبناء من نسوا حساب السلطان وخافوا حساب السلطان ونسوا حساب رب الأكوان. ويلكم يا آل علي، لا يسقط لكم سنان كم عودة. والله لما أتشفى حتى أقتلكم. احمد الجوشن هي افعلها، اعلم المسلمين ان يزيد الذي نصب نفسه خليفة لهم قد يخوى على قتل العلمية والمرضى. زينب، ولم تتركي ابن أخيك، سأقتلك يا زينب. افعلها يا ابن الجوشن، فأنت الذي قتلت صد رسول الله وريحانته. بس افعلها يا ابن الجوشن، أنت أمام الله تمنت الموت وأنت أخيها مذبوح بكربلاء. افعلها يا ابن الجوشن. إنا لله وإنا إليه راجعون. قتلت أخاها الحسين. سلام الله، صليت بكربلاء. سلام الله يا علي. يا حسين شوف خاطرك مكسور. على حسين دليل جروح الراج عنك وين مو يا حسين. بشوف انك تزيد النظر بعياني. يا حسين عيس يعني حدها اليوم. يا حسين ايس يعني حدها اليوم. ابى شلون باكر ناس يامي. قالت اخوتي عيون شيالة عوالي وما يرضون لا سمعوا عويل.
مش قوة جيتك يا خويا مش قوة وامشي بس بخطوات نخطيها خويا طريت الزلم والخال يا حسين وادور على جسمك وين هرملة علي بالنار هذا تريد ان تفعله انتظر يا حرملة تريد ان تحرق أرى الله يا شباب أريد أن أحرق بيت الظالمين هذا نريدهم ان يخرجون قتلنا اطفالهم ونساءهم وحرقنا خيامهم يا شم ويلك يا شباب لماذا تتعاطف مع الحسين أرسلت له الرسائل والآن لا تريدني أن أحرق الخيمة عليهم ومن فيها أهبط النار يا حرملة احرقوا ما بقي من الخيام من خيام الحسين واتركوا هذه الخيمة يا عباس قوم افزع علي انا حرقوا خيام العز علي اتركوا هذه الخيمة عشية هذه الليلة وإلى الصباح نحمل عيال الحسين إلى الكوفة أسمعتم؟ هيا جلجل لي العلم والحزن لما جلجل لي يا الله يا الله اخوان مسيرة الرمية جزاكم الله خير. مسيرة الرمية باكر الحركة بكم الساعة بالوحدة، الساعة بالوحدة الحضور الساعة بالوحدة، الكل موجودين رحم الله والديكم. الركوب ديكور الغراب عبيدي علي اذان بويا اذان طفي جاي